السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي. يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، اللهم آمين. قبل بقى ما ندخل على الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في كتير مننا طالع من شهر رمضان عنده بلح ناشف. طيب البلح الناشف دوت في ممكن ناس تقعد البلح الناشف يعني عندها لحد ما يبوظ، وفي ناس بتركنه في التلاجة مش عارفة تعمل بيه ايه. طيب انا هقول لك بقى ايه على وصفة حلوة هنعملها بالبلح الناشف، هتبقى جميلة قوي معانا. اي كميه بقى بلح ناشف عندك كسريه وحوشي النوى اللي جواها، واي بلح مش كويس يعني غير مرغوب فيه ارميه. وهنجيب بقى البلح الكويس اللي احنا فصصناه، هنغسله غسله كويسه جدا جدا مره واتنين وعشرة. هنغسله غسله حلوه قوي قوي قوي. تمام. وكمان معلقه خل كده وعقميه واشطفيه كويس جدا جدا. خلاص غسلناه غسله حلوه قوي. هنعمل ايه؟ هنحط عليه 3 كوبايات ميه، طبعا على حسب كميه البلح عندك، يعني ما تكترش الميه اللي هتنقعي فيها البلح لتاني يوم. وطبعا البلح هنا ما بيبقاش مسكر زي البلح اللي هو الطري، بطبيعه البلح الطري بيبقى فيه نسبه سكر عاليه عن الناشف. هنحط معلقتين سكر، انا هنا ضفت 3 معالق سكر. وهتضيفي 3 كوبايات ميه طبعا على حسب كميه البلح. البلح بقى هتسيبيه من بالليل لتاني يوم الصبح، طبعا مع التقليب. يعني ايه، داخله المطبخ وخارجه قلبي البلح عشان الميه ايه تبقى في البلحه كلها فتضطر كلها البلحه. فكل شويه كل ساعتين 3 كده قلبي البلح ايه مع بعضه عشان الميه توصل للبلحه كلها. تمام كده. وانا مش عايزه ازود الميه هنا كتير عشان ايه، كده كده الميه دي هبخرها على على النار يعني. جبت الكبه وضفت فيها حبه بلح من اللي احنا ايه بلينه قبلها بيوم. هضرب بقى في الكبه البلح كويس جدا جدا لحد ما نعمه. نعمل البلح معاكي كويس قوي. خلاص كده. هنضرب بقى الكميه ونحطها ايه في حله. كل شويه نضرب حبه ونحطهم ايه على البلح. هنضيفه على ايه في الحله اللي احنا هنعمل فيها الايه العجوه. احنا هنا هنعمل العجوه بطريقه سهله جدا، وطعمها ان شاء الله هيبقى بنسبه 90% او 100% كمان زي اللي بتجيبها من بره. يعني بنسبة 90% زي البلحة اللي بتجيبها من بره، بل أحسن كمان وأنضف. بتبقى البلحة هنا أنضف كمان معاكي، أنت غسلاها كويس جدا. مش هتقرقش معاكي طبعا، أنت غسلاها كويس جدا جدا. والبلحة إيه أنت اللي جايباها بإيدك وشاريها بإيدك، فحاجة نظيفة، دي حاجة نظيفة. طبعا بعد ما ضربنا البلح في الكبة كويس جدا، حطيناه في حلة وعلى النار بقى إيه نار هادية، يعني فوق الهادية بشوية. هتقعد معاكي أكتر من نص ساعة مع التقليب المستمر. الفكرة كلها احنا كده بنطلع المية اللي احنا كنا ضايفينها بتتبخر معانا، وبنسوي البلحة معانا بنطريها اكتر ازيد يعني، فبتظهر طعمها اكتر. تمام كده. هتفضلي بقى تشوحي كويس جدا. شفتي البلحة كانت في الاول كانت فاتحة جدا، مع التقليب المستمر وبتطلعي البخار من العجوة نفسها من البلحة يعني. فبتلاقي معاكي البلحة غمقت وبقت عجوة. تمام كده. اخر حاجه بقى بعد البلح ما الميه خالص طلعت منه ونشف خالص وسويتيه كويس تمام. هنضيف معلقتين كبار سمنه بلدي او زبده. خلاص كده. بتخلي الطعم حلو اكتر معاكي. عايزه تضيفي بقى قرفه او سمسم للعجوه يعني اللي يعجبك. خلاص كده انا سبتها ساده لان هعمل بقى حاجات تانية. طبعا بعد ما حطيت السمنه هتاخد كمان غلوتين او تقلبتين حلوين كده. تبرد معاكي العجوه خالص، العجوه لازم تبقى بارده معاكي خالص. هنجيب كيس وندهنه بالفرشه كده زيت عشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر تطلع معاكي بكل سهوله. البلح هنا معاكي هتعملي بيه وصفات كتيره، غير ما هتحشي بيه المعجنات قرص او اي معجنات. ممكن تجيبي العجوه ديت اللي انت عملتيها تحطي فيها شويه مكسرات وتسيحي شويه شوكولاته، هتبقى معاكي حاجه مغذيه جدا وطعمها حلو قوي. تحشيها بمكسرات وتكوريها كور، وبعد كده ايه غطسها في الشوكولاته. او تعملي بيها ايه بيض بسمنه بسمنه بلدي ببيض. او طبعا وصفات كتير قوي للعجوه. تمام كده. فحطيها في الفريزر واعملي بقى الوصفه اللي تعجبك يا ستي الكل. وصفه سهله واقتصاديه وحاجه كنتِ راكناها في التلاجة او كانت هتبوظ عندك. عملنا بيها عجوه، وعجوه نظيفه جدا جدا. كل اللي فيها تغسلي العجوه كويس جدا البلح وتكسريه وعلى النار كده نار هاديه، يبقى بالك طويل شويه تفضلي تقلبي فيها
لو الفيديو عجبك او استفدتي منه لايك بقى من ايديك الحلوه، واشتراك في القناه للي لسه ما اشتركش في القناه عشان عيلتنا كده تكبر بيكو، ونعمل لكم احلى وصفات. اي وصفه تعجبك نفسك فيها اكتبي لي في الكومنت تحت وانا اعملها لك من عينيا. وان شاء الله في حاجات حلوه كتير هنعملها مع بعضينا. بس وانا بحبكم في الله. ربنا يا رب يحفظكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه يا رب، اللهم امين. كل نفسه في حاجه ربنا يا رب يديها له بزياده. بس كده، وصفه سهله وسريعه بجد، وصفه حلوه قوي قوي قوي. طيب اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته. مع السلامه، السلام عليكم.